السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي إن شاء الله تكونوا بخير على خير. على حسب الأسئلة اللي جاوني، باختصار وفي عجالة نجاوب عليهم. راني مكان العمل والله قلت نجاوب عليهم بختك شكون ما نجاوبش عليهم دوك ننسى. خويا، الجسم تاعك اجعله محرك. نتا المحرك تاع السيارة يمشي بالوقود يا اخي. الجسم تاعك يحتاج الوقود تاع الجسم ولا الرياضي هو البروتين. تحتاج نسبة تاع بروتين على حساب السن تاعك وعلى حساب الهدف تاعك. كيما انا شخصيا رايح لل50، نستعمل حتى 40 غرام بروتين في الوجبة. تعود اقل سنا تقدر تستعمل قل. المهم قلنا الوقود تاع العضلات هو البروتين، هذه الاولى. والعضلات تهدم اثناء التمرين، وقتها نعاودو نبنيوها، والله وقتها تولي تتبنى اثناء النوم. بمعنى النوم يلعب دور كبير في بناء العضلات الثانية. عندنا قلنا الماكلة، وعندنا لونطريمون. راك ماكش راح تبني عضلات، راح تهدم العضلات. وقتها تتبنى بالنوم في الرقاد. مالا خويا، عندك 8 سوايع تاعك لازمك ترقدهم. هذه هي الإجابة على السؤال اللي جاني، وبالتوفيق للجميع. تحياتي، سلام. بما ننساش، حبيت نديرها درك، كون نخليها من بعد السؤال هذا، نخليها من بعد على بالي بلي ما نجاوبش عليه. هاني من مكان العمل كما راكم تشوفوا. اللي ما فهمش يتصل بيا على الخاص. تحياتي.